ميزانية شهرية ل6 أفراد في الشهر ب2000 جنيه، شاملة فطار وعشاء وغدا، والغدا عبارة عن خضار ولحوم بس. صاحبة الميزانية قالت لي يا سمر أنا عندي الخزين، أنا طالبة منك بس إنك انتي تظبطي لي الفطار والعشاء والخضار واللحوم على قد 2000 جنيه في الشهر أو 700 جنيه في الأسبوع كل 10 أيام. فاحنا هنزل النهارده 2000 جنيه اللي في الشهر، وكمان يومين هننزل لها اللي هي 700 جنيه كل 10 ايام. طيب هنعرف نظبطها ازاي؟ اول حاجه تمام لازم يعني نكون فاهمين ان الاوضاع الحاليه اللي حوالينا في البلاد التانية مش مستقره، فغيرنا عايشين باقل الامكانيات، فلازم احنا كمان نستخدم اقل الموارد اللي عندنا ونحاول ان احنا نظبط امورنا. طيب انا عملت ايه؟ تعالى الاول نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين، ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو انت اول مره تسمعيني فانا سمر، ودي قناه 16 شطوره، قناه متخصصه في الميزانيات والتوفير، والميزانيه دي ميزانيه مطلوبه مني من صديقه لينا في القناه. طيب بما ان في دوشه جنبي فياسين صاحي، فمحدش بقى ياخد على ايه، على ياسين. طيب الميزانيه بتاعتنا عباره عن ايه؟ انا حطيت هنا 600 جنيه فطار وعشاء، وحطيت 600 جنيه خضار، وحطيت 800 جنيه لحوم، ادي كده 1200، ادي كده 2000 جنيه. طيب الفطار هنا والعشاء حطيت لها 2 كرتونة بيض في حدود ال 260 جنيه، ممكن تلاقي اقل، البيض بادئ من ال 120 جنيه لغاية ال 140 جنيه، فانا جبت هنا في النص، انا جايباها ب 130 جنيه. حطيت لها كيلو جبنة دوبل كريم او جبنة حادقة او اي نوع جبنة هي عايزاها في حدود ال 120 جنيه. حطيت ب50 جنيه بيفي، حطيت ب70 جنيه جبنة قديمة، ممكن هي تغيرها بأي نوع جبنة هي عايزاها، أو باللي هو المش تركي اللي أنا وريته لكم في المشتريات. حطيت 100 جنيه عبارة عن حلاوة ومربى وعسل، ممكن هي تجيب ب30 وب30 وب30، وممكن تجيب حاجة واحدة بس، وممكن تستغنى عن ده وتجيب بيهم لبن. تمام. طيب حطيت لها فكرة تانية عشان توفر معاها شوية، لأن هي عايزاها فطار وعشاء. طيب لو انت عندك في الخزين دقيق فانت هتعملي معجنات، فبرضه هتمشي معاكي في الفطار، هتمشي في العشاء. عندك في الخزين فول، هتبداي تدمسي فول وتعملي فلافل في البيت، برضه هتوفر معاكي في الفطار والعشاء. طيب دي الفكره الاولى اللي احنا قلناها. دي الفكره التانية يا سمر، بدل ما هجيب كرتونتين بيض هجيب كرتونه بيض واحده. طب هنا انا كنت حاطه كرتونتين بيض ليه؟ البيض هنا هيسد معاكي في الفطار في العشاء، ممكن يخش معاكي كمان مثلا في اكله شكشوكه مثلا ايه في نص الشهر ولا حاجه، او في اخر الشهر ممكن تسلقي بيض جنبي مثلا كشري بعدس اصفر، فهيمشي معاكي الدنيا شويه. الفكره التانية عباره عن كرتونه بيض ب 130 جنيه، كيلو جبنه برضو ب 120 جنيه، 4 كيلو لبن بمعدل كيلو في الاسبوع. تمام. ب50 جنيه بيفي، ممكن اعمل مره مثلا بيض بالبيفي. تمام. ب30 جنيه حلاوه، ب30 جنيه مربى، ب30 جنيه عسل اسود، ب30 جنيه طحينه. تمام. انا كده زودت الكميه، هيبقى معايا 60 جنيه لو انا ما عنديش، هيتبقى معاكي 60 جنيه لو انت ما عندكيش فول وفلافل في البيت. تمام. تقدري انت تجيبي بيهم فول وفلافل. طب بس هما مش هيكفوا، هتقدري تستغني عن حاجه من التلاته دول، يا عسل يا مربى يا حلاوه. تمام. وهتزودي ال60 جنيه دول، وهتجيبي كيلو فول تدمسيه، وهتجيبي ربع كيلو فول تعمليه فلافل، يمشي يعني يرمي معاكي كميه حلوه، يبقى دخلتيه في بند ايه، يبقى زودتي بند ايه، الفطار والعشاء. طب ده الفطار. الخضار هنحط له 600 جنيه في الشهر بمعدل 150 جنيه في الاسبوع. هنجيب ايه يا سمر ب 150 جنيه في الاسبوع؟ ممكن نجيب ب 30 جنيه طماطم، ب5 فلفل، ب10 بصل، ب10 بتنجان، ب20 بطاطس، ب40 جنيه خضار، يعني مثلا كيلو باميه ب40، او كوسه، نص كيلو كوسه ب20، ونص باميه مثلا ب20. ممكن اجيب نص مثلا باميه اقل من ال20، ونص كوسه اقل من ال20. ممكن اجيب نص كوسه اقل من 20، نص باميه اقل من 20، وازود كمان نص ملوخيه. طيب هجيب ب5 ليمون، هيبقى معايا 30 جنيه هنجيب بيهم فاكهه. طيب سمر انا زي ما قلت لك عندي خزين في البيت، فممكن ان انا اعمل بدل الخضار اعمل فاصوليا او لوبيا لو انا عندي بقوليات في البيت، يبقى مكان سعر الخضار هيتضاف لمكان على سعر الفاكهه، وهزود كميه الفاكهه بتاعتي. طيب الطماطم كمان اليومين دول رخيصة قوي، يعني الطماطم بادئة من 4 جنيه، وفي كمان 3 كيلو ب10، في ب5، في لغاية أغلى حاجة في السوق الكيلو ونص ب10. فحاولي تستغلي
سعر الطماطم. ولو انت عرفتي تجيبيها رخيصه شويه هتقلل معاكي، مثلا بدل ما 30 هتجيبي مثلا ب 20 طماطم، هيوفر كمان معاكي 10 جنيه هتضيفيها لسعر الفاكهه. طب لو انت عندك بصل هتضيفي حق البصل لسعر الفاكهه. فحسب ايه الخضار، حسب المنيو اللي انت عاملاه في الاسبوع هتقدري تعرفي ان عايزه قد ايه خضار بالظبط. ممكن بدل ما اجيب ب5 جنيه فلفل، ده حوالي نص كيلو فلفل، لا اجيب ربع كيلو فلفل ب2 جنيه ونص عادي جدا. واجيب ب2 جنيه ونص تانيين ليمون عادي برضو تمام، يبقى جبت ليمون وفلفل ب5 جنيه. على البتنجان انا جايبه الكيلو ونص بتنجان ب5 جنيه، بس كان دبلان شويه كان بايت تمام. فممكن بدل اجيب 10 جنيه بتنجان اجيب ب5 جنيه بتنجان بس، والخمسه التانيه اضيفها. فده حسب السعر المتداول عندك في السوق، وحسب ما انت هتظبطي الميزانيه بتاعتك. اخر حاجه بقى معانا في الميزانيه هي اللحوم، حاطط لها 800 جنيه. هقسمها لك لفكرتين وهقول لك الاسعار اللي متداوله في السوق اللي انا حاولت ان انا اعرفها لك. طيب اول فكره، 2 كيلو اجنحه ب 130 جنيه، يعني سعر الكيلو حوالي 65 جنيه. 2 كيلو نص ورك اللي هو الحته اللي من تحت دي، الكيلو بيتباع حوالي 70 جنيه، يعني ال2 كيلو في حدود ال 140 جنيه. هنجيب مثلا كيلو بانيه ب 150 جنيه، هنجيب نص صدق ب 100 جنيه، هنجيب كيلو مفروم يا ب 175 يا ب 200 جنيه تمام. طبعا في ازيد، احنا بناخد السعر الوسط او الاقل شويه. نص كيلو كبده ب 75 جنيه، كده صرفتي 795 جنيه. معاكي 2 كيلو اجنحه، ممكن تقسميهم على مرتين او تقسميهم على مره حسب يعني انتوا بتاكلوا قد ايه، بس انا هتحطي لهم كام جناح. 2 كيلو نص ورك دوت اللي هي الحته اللي من تحت دي، ممكن برضو ادي اكله. البانيه هيعمل معاكي مثلا حوالي كذا اكله، لو انت عملتي اكلات التوفير اللي هي بتاعت البانيه، مثلا شاورما وكترتي البصل، ربع كيلو بانيه مثلا، ربع مثلا من البانيه كترتي مثلا البصل والفلفل وعملتي شاورما تمام وطماطمايه، هتعمل معاكي كميه حلوه. ممكن نعمل مثلا كفته بربع كيلو تاني، كفته رز بالفراخ. ممكن نعمل مثلا كفته بتاعت الشركات بالبانيه. ممكن نعمل البانيه الكداب. ليها افكار كتيره قوي ان انت تستغلي البانيه في كذا اكله تمام. الصدوق ممكن نعمل صينيه بطاطس بالصدوق وهتبقى حلوه جدا تمام. وممكن تعمليها بربع كيلو برضه بواحد بس صدوق وتقطعيه حتت صغيره تمام، يبقى مثلا عامل معاكي اكلتين. المفروم نفس النظام هنستغله في حاجات كتيره قوي، ممكن اطبخ بالمفروم، ممكن اعمل طاجن باميه باللحمه المفرومه، طاجن كوسه باللحمه المفرومه، وبربع كيلو واحد ممكن يعمل معاكي طاجن محترم. يعني ممكن اللحمه المفرومه تقسميها على 4 افراد، 4 اكلات او 5 اكلات زي ما انا بقسمها. ممكن نعمل مثلا نعمل كفته رز باللحمه، ممكن نزود اللحمه ونعمل منها برجر تمام. فده حسب انت حابه، ودي الافكار اللي انت بقى ايه تبداي بيها في البيت تمام. نص كيلو كبده. كده تاني بقى يا سمر تمام. ممكن اجيب ب 800 جنيه 2 كيلو برضو اجنحه، ممكن اجيب كيلو بانيه، ممكن اجيب كيلو مفروم. ممكن بقى ادخل السمك، اجيبه مثلا كيلو ونص سمك اللي هو البلاميطه، او انتوا بتسموه مثلا في القاهره التونه او بتسموه المكاريل تمام. لو هو كيلو ب 100 جنيه، انا عندي هنا كيلو ب 100 جنيه، فممكن اجيب الكيلو ونص اللي هو السمكيه الصغيره مش الكبيره بتاعته. ممكن اجيب 2 كيلو سمك بولتي شوي ب 100 جنيه، ممكن اجيب نص كيلو كبده، هيعمل معايا بالظبط 805. طيب الخمسه دي يا سمر ممكن تيجي منين؟ ممكن تيجي من فرق الاسعار، لان الاسعار اللي عندك غير الاسعار اللي عندي. يعني مثلا انت تلاقي ممكن كرتونه البيضه عندك ب 120 مش ب 130 زي عندي، ممكن الاجنحه عندك تكون عامله 50 مش 65. الاجنحه بدا اسعارها من 50 جنيه. نص الورك دوت بدا من 70 ل 75. الدبابيس ممكن تغيري، بدل تجيبي نص الورك تجيبي دبابيس، الكيلو عامل من 85 ل 90. البانيه بدل ما هو 150 ممكن تلاقيه ب 130 ب 140 ب 135، فبرضه هيرمي معاكي يوفر. الكبده ب 150، الصدق ب 200، المفروم من اول 175 ل 200. انا حاطه لك هنا ام 200، ممكن تجيبي اللي هي ب 175 جنيه تمام، هتوفر برضه معاكي فلوس. فاصبح ال 2000 جنيه يقدروا يمشيوني فطار وعشاء ولحوم. طبعا يقدروا يمشوني فطار وعشاء ولحوم، ان انا احكم نفسي ان انا اعمل وجبه او وجبتين في الاسبوع يكون فيهم بروتين، وبقيه الاسبوع يكون ايه اكلات عاديه، فبالتالي هقدر امشي معايا الميزانيه. طب يا سمر لو انا عايزه نفس الميزانيه دي بس عايزه كمان اجيب منظفات، تنصحيني اعمل ايه؟ بصي يا قمر، يا اما هتقللي في بند اللحوم وتخليها 800 جنيه بس وتاخدي 100 جنيه تجيبي بيها منظفات سايبه تمام، وتخلي بند الفطار مثلا 550 وبند الخضار 550، كده انت وفرتي من هنا 50 ومن هنا 50 ومن هنا 100، يبقى انت كده معاكي 200 جنيه تقدري تجيبي بيهم المنظفات.
طيب هل الميزانيه دي هتطلع واحده تقولي لي طب فين الخزين؟ هقول لحضرتك الميزانيه دي مطلوبه مني، يعني ميزانيه بناء عن طلب صديقه لينا في القناه. تمام. انا معوده اصدقائي في القناه والمتابعيني من زمان ان انا اي حد بيطلب مني ميزانيه بنقعد نتكلم كده في الكومنتات لغايه لما بنوصل لحل، وبعد كده ببدا انزل لها الميزانيه بتاعتها. ولو في اي حاجه في الميزانيه عايزه تتعدل بنقدر ان احنا نعدلها مع بعضنا في الكومنتات. يعني عادي جدا، بفضل ارد معاها على الكومنتات لغايه ما نوصل لحل. طيب لو انا لقيت ان انا لازم اعمل ميزانيه من اول وجديد واعدل فيها، بنزل ميزانيه تانية جديده وبعدل فيها تاني وما عنديش اي مشكله. ده شغلي وواجب عليا. تمام. وحاجه حباها، ده مش شغل اجباري قلت لكم قبل كده، ده حاجه انا حابه ان انا اقعد افيد اصدقائي واخواتي اللي موجودين معايا في القناه. يا رب اكون افدتكم. حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تعودوا اطفالكم من دلوقتي المتاح بالنسبه لكم هم اللي ياكلوه. انا بعمل كده مع اولادي، انا الحاجه اللي هم مش بياكلوها بعملها وبقول لهم هو ده الموجود بالنسبه لي. قادرين تاكلوا قادرين، مش قادرين تاكلوا بفتح الفيديوهات اللي انتوا عارفينها اللي موجوده على الفيس وموجوده على كل المنصات، وبوريهم اخواتهم اللي بره مش لاقيين الاكل، فبالتالي يحمدوا ربنا على اللي هم فيه ويتعايشوا على قد امكانياتنا. الظروف بقت صعبه على الكل، ما تعقدوش نفسكم، ما تفضليش قاعده شايله الهم وتقولي اجيب منين واعمل منين. لا يا حبيبتي، عيشي على قد امكانياتك. حاولي ان انت تساعدي نفسك وتساعدي اولادك باقل الامكانيات. حاولي ان انت تدخلي البروتين وتدخلي كل حاجه ان شاء الله حتى لو كميات قليله. والله العظيم يا بنات انا ساعات في حاجات بجيبها اول الشهر ما بجيبهاش تاني خلال الشهر، باسم ان انا اكلتها لاولادي وخلاص، عرفتهم طعم الحاجه وعرفتهم الحاجه عشان ما يبقوش باصين لغيرهم وخلاص. بقعد اكتب الميزانيه قدام اولادي. بتعملي ايه يا ماما؟ بكتب ميزانيه الشهر يا حبيبي، بكتب الطلبات اللي انا عايزاها عشان الظروف معايا الشهر ده مثلا مش سامحه، لا الظروف الشهر ده سامحه شويه. مش عيب ولا حرام ان اولادنا يشاركونا ويعرفوا ظروفنا عشان يطلعوا حاسين بينا وحاسين بالحاله اللي احنا فيها. يا رب اكون افدتكم، ويا رب تكون الميزانيه يعني عاجبه صاحبتها. ولو في اي حاجه اكتبي لي في التعليقات وهرد عليكي وهكون معاكي خطوه بخطوه. ولو في اي حاجه من عينيا الاتنين ممكن اعمل لك ميزانيه تانية ان شاء الله. انت قلتي لي في التعليقات، انت عايزه ميزانيه يا اما 2000 جنيه في الشهر او 700 جنيه كل 10 ايام. هحاول بقدر الامكان ان انا اعمل لك ميزانيه تانية ب 700 جنيه كل 10 ايام، بحيث لو دي ما افادتكيش التانية تفيدك، او الافكار اللي هنا ممكن على الافكار اللي هنا تفيدك. اتمنى اكون عند حسن ظنك، اتمنى اكون قدرت افيدك. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو لسه جداد، ولو بالفعل جداد في القناه فما تبخلوش عليا بالكومنتات بتاعتكم الجميله اللي بتساعدني وبتحسسني ان انا موجوده معاكم في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.